فنحن نريد أن نعيد الهيبة للوالد مرة أخرى. من حق الوالد على ولده ألا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يجلس قبله ولا يحد النظر إليه. دي الآداب الإسلامية عندنا في الإسلام، لا يسميه باسمه. في بعض الآباء ابنه بيقول له لما يناديله مثلا يقول له يا عم الحاج. ايه يا عم الحاج دي اسمها يا أبي. الآداب الإسلامية في التعامل بين الولد والوالد كثيرة، لكن الذي أريد أن أقوله هنا أن الوالد له جذور ضاربة.